اهم. بعتوهم من بعديكم، دخلوه دوكا للحبس ديريكت. وهل تملكون تفاصيل حول التهم ربما التي وُجهت إليه بسبب التهم تقديمه تاعو قال لهم التهم للقضاء في تاعو المغرب؟ دوكا واش راهم يهضروا دوكا. التهم تاعو راهم يقولوا باللي شغل استهزا بالشعب المغربي والدولة المغربية، وعلى حساب الأخبار الأخرى كاع اللي سمعتها اليوم الصباح. إذا هو وضح ابري كي شاف الفيديو هذا شغل دار ضجه تما في المغرب، اهم. وضح قال لهم يا ودي ما تستغباوش للدرجه هذه، انا انسان مانيش تاع الشيء، ما نقدرش ندير الشيء هذا باسكو كانوا لي فامي مورايا، كانوا صحابي، كانوا ناس قدامي، كانوا الاخر عندهم كاميرات، عندهم كلش. اهم. التهمه اللي راهم دايرينها له دوكا باللي شغل هنت الدوله المغربيه وهنت الشعب المغربي. هذه هما التهم اللي راهم دايرينهم. إذا قاموا بتضخيم قضية رؤوف في الاعتقال الثاني له. إذا آخر تواصل كان ليس مع رؤوف، مع أخوه مع كما قلت لي. اهم. لا لا، اللي مع اخر تواصل كنت مع الكونسيل الجزائري في المغرب. نعم. الكونسيل الجزائري في المغرب. اهم. اليوم الصباح هو اللي عيط لي قال لي وليدك ها وليت بريزونتي هو انتم اللي داروا هادو، وقال لي دوك نشوفوا انا راسلنا وزيرة الخارجية تاع المغرب، قال لي دوك نشوفوا معاهم نشوفوا اخر الاخبار واش تكون، واش كاين واش ما كاينش. إن شاء الله يتم إطلاق سراح رؤوف وأن يعود سالما إليك وأن يعود سالما إلى الجزائر. على كل شكرا ان جزيلا شاء الله. لك سيد بالقاسمي، يكتب معنا في مداخلات هاتفية والد رؤوف بالقاسمي المؤثر الجزائري الذي تم اعتقاله بالمغرب. نواصل.